السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتي اليوم على ضابط دورية سعودي. أنا اليوم الساعة 3 الفجر كنت في الحمراء، كنت أشتغل مع واحد تعلم السواقة معه ويعتبر شغل بنفس الوقت. كان يعطيني باليوم 70 ريال، وأنا كنت أشوفها كثير 70 ريال هذه، يعني أقضي فيها حالي إن أنا متعطل عن العمل، وأقضي فيها على حالي وأصرف على نفسي فيها 70 ريال هذه. ما أحتاج لأحد، ما أبغى أحتاج لأحد ولا أبغى النفس اللي عند أحد. أنا مروح الساعة 3 الفجر اليوم، مروح من الحمراء من البحر. وصلت للحي اللي أنا بوصل فيه، شوية دورية وراي: يا صاحب الجنس لو سمحت قلب على جنب. أنا أشوف يمين شمال من صاحب جنس، ما في حد صاحب جنس. أنا مش عارف إن السيارة اللي أنا فيها جنس، لين قال يا صاحب السيارة الجنس سكريم قلب على جنب لو سمحت. أنا عرفت إنه بيقصدني. أنا كنت أسوق السيارة قلب، في واحد باكستاني جنبي العامل اللي يبيع السكريم، نزل الفريم كذا وطالع فيني وأنا طالعت فيه. قال لي يا أبو يمن لو سمحت طلع هويتك إثباتك. قلت له ابشر على خشب، وخرج الجوال تبعي وأقول له هذه هويتك. شيك عليها الجوال تبعه وقال هويتك منتهية يا أبو علي. أنا أشوف اللي عنده، قلت له أيوة إقامتي منتهية. قال لي ليه ما تجددها؟ قلت له يا أخي ما اشتغلتش، أنا معطل عنك، أنا شخص ما لقيت عمل. قال لي كلامك هذا صحيح؟ قلت له والله كلامي صحيح، بتحديك تلاقي فيه أي غلط. إذا لقيت أي غلط الحين قل لي الله معك اليوم. قال لي شوية اصبر شوية. قال الباكستاني يا باكستاني لو سمحت طلع الهوية تبعك. باكستاني طلع هويته، شيك عليها عنده في بشر، إقامته منتهي لها 5 سنين. شاف لا عندي كذا ضابط الشرطة وهو بيضحك مع صاحبه، بيضحكوا الله يسعدهم، بيضحكوا. وأنا قاعد أشوف وش فيه، أشوف لعنده وأنا مغلوب ومكبود وفي بحرقة بداخلي وأنا متحسر ونادم 100 ندم، مش إلا ندم واحد. جالس طالع فيه ضابط الشرطة هذا، قال لي يا أبو علي لو سمحت تكفى. قدم السيارة لقدام، قلبها على قلب وأمنها ورفع الفريمات، وأخذت أغراضك من داخلها وأخذت الفلوس اللي داخلها. قلت له ابشر على خشب. رحت أقنب بالسيارة، قنبتها شوية، نزلت. قال لي تكلم معي. تكلم أنا أتكلم معه وهو بيقرب كذا لا عندي، يقول لي تكلم. خرج ريحة من لقطة وأنا خايف. جلس يسألني ليش ريحة فمك كذا؟ قلت له والله يا غالي أنا أكل باليوم وجبة واحدة، يا الصبح صبوح يا تعشي عشاء، وحدة منهن، وجبة واحدة باليوم مقرر اللي أكلها، لأنه ما يسمح لي الوضع إن أنا أكل أزيد من وجبة. قال لي كلامك صحيح؟ قلت له والله. قال لي يصير خير يصير خير لن نوصل. وصلنا القسم، باكستاني أول واحد قام الباكستاني، قال له بصم. قال لي يا أبو يمن. قلت له ابشر. قال لي تعال بصم. أنا بصمت وكنت خايف إن البصمة هذه خروج نهائي، ما أنا عارف، وبكيت، نزلت الدمعة من عيني وأنا بصم. شوية طلعت البصمة هذه: يتحققون من الهوية تبعك، ما فيش عليك بلاغات، ما فيش عليك جرائم، ما فيش عليك مسبقات، ما فيش عليك. بعد ما بصمت جلسيت كذا مطمن، والعسكري بيطالع فيني وبيضحك، بيوزع ابتسامات، وأنا أشوف لعنده ضابط بيضحك، شكلي بترحل. شاف لعندي قال لي يا أبو يمن وش وضعك؟ تبغى تروح اليمن؟ قلت له شوف هذه خدمتك وأنت اللي تبيه سوي، تقول لي روح يمن أروح يمن، تقول لي اجلس وصلح وضعك بجلس وصلح وضعك. قال لي طيب متى تصلح وضعك؟ قلت له يا أخي أنا ما قد اشتغلت علشان أصلح وضعي. من وين أصلح وضعي؟ أنا تجديد إقامتي بالسنة 12,000 ريال سعودي، من وين أجيبها؟ أنا لو قلت بنقل كفالة، نقل الكفالة بيكلفني 9,500 ريال، من وين أجيبها؟ ما عرفت من وين أجيبها. قال لي طيب لو روحناك اليمن؟ قلت له شوف أنا معي أهل باليمن
وأنا شاقي على أهلي في اليمن، فوقي دين مبلغ 30,000 ريال سعودي في اليمن. أروح أقول لهم وين بيسهم اللي سلفونا هي؟ وإيش أكلم الناس اللي جابوا لي فلوس سلف وأنا داخل السعودية؟ وش أقول لهم؟ العسكري شافها عندي كذا وتنهد، طلع نهدة من صميم قلبه، قال لي حالتك تصعب على الخاطر، الله يكون بعونك. قلت له آمين. شوية قال لي يا أبو يمن تبغى تروح ولا تبغى ترجع تشتغل، ترجع تدور لك عمل تصلح وضعك وكذا؟ قلت له اللي تبيه. قال لي خلاص قوم وأنا أشوف اللي عندك ذا. قال لي قوم. قمت أنا. قال لي الله يسعدك ويرزقك حتى يرضيك، تمشي من هنا سيدة، ترجع يمين ترجع يسار، تحصل تاكس وقفه واطلع. شفت لعند الضابط كذا دمعة نزلت من عيني وانا اتفرج لعنده وهو بيكلمني كذا، دمعين عيوني. ايش الرحمة هذه اللي بقلبه، ايش كمية اللطافة اللي فيه، ايش كمية الاخلاق اللي هو تخالق فيها معي، ايش كمية الاحترام والمعاملة اللي تتعامل فيها معي. اقسم بالله العظيم يا شعب السعودية انكم ارحم شعب وارحم ناس، وان قلوبكم رحيمة. لا يمكن ان انا بكل مدحي هذا ان انا اوصف تعامل ضباط الشرطة في السعودية. قسما بالله العظيم يا جماعة انه فيه كمية احترام واخلاق وتواضع ما قد شفتها فوق اي عسكري او ضابط. الله يجعل والديك في الجنة ويرزقك من حيث لا تعلم.